أوقفت السلطات المغربية الاثنين الماضي 4 سياح فرنسيين في معبر جمركي في شمال المملكة على خلفية استخدامهم طائرة دون طيار خلال عطلتهم في الصحراء المغربية. ووفق ما تداولته مواقع إخبار فرنسية وحسب الموقع الأخباري الفرنسي سودويست، فقد استخدم هؤلاء السياح طائرة بدون طيار لتصوير رحلتهما بالسيارة ذات الدفع الرباعي في الكثبان الرملية في الصحراء جنوب ورزازات، وهو ما جعل الجمارك تقوم بإيقافهم بالمعبر البري مع سبت المحتلة بسبب الاشتباه في امتلاك معدات تصوير تنتهك خصوصية الأشخاص. ووفق ذات المصدر، لم يصرح السياح بحيازة هذه الدرونات خلال وصولهم إلى المغرب بدافع الجهل بالقانون، واستخدموها أثناء إقامتهم، حيث تمت مصادرتها من طرف السلطات المغربية وإخضاعها للخبرة التقنية للتأكد من مقاطع الفيديو المسجلة بواسطتها. وتم فرض غرامة قدرها 150 يورو لكل واحد منهم.